السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة الدرس الرابع والأخير معانا في الوحدة الأولى في الجغرافيا، النشاط الصناعي في قارات العالم. ولكن قبل ما أحل أي سؤال أو أتكلم أي كلمة، أنت أكيد عارف هتعمل إيه. بعد إذنك حضر ملزمتك، حضر ورقة وقلم، كوباية شاي حلوة كده، سمي الله، يلا بينا. الدرس الرابع معايا والأخير في الوحدة الأولى في الجغرافيا بعنوان النشاط الصناعي في العالم. والسؤال الأول هو جايب لك خريطة بوم، ولكن تعالى يا باشا أريحك وطمن قلبك وأحل الخريطة كلها معاك. هو مطلوب منك كام حاجة؟ 10 حاجات؟ لا سهلة، يعني سهلة جدا إن شاء الله. يلا بينا. واحد، إقليم صناعي نقط في الحتة دي. ده اقليم صناعي اسمه ايه؟ موجود في غرب اوروبا. هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اقليم صناعي غرب اوروبا. شكرا. اتنين، اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد موجوده اهو شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه. كمل انت بقى. رقم 3 بيقول لك اقليم صناعي نقط فين؟ اقليم صناعي اهو اللي هو بين روسيا واوكرانيا. هيبقى اقليم صناعي ايه؟ هيبقى اقليم صناعي اللي هو روسيا واوكرانيا. روسيا واوكرانيا. تمام. 4، من المراكز الصناعيه في اقليم شرق اسيا. اقليم شرق اسيا رقم 4 فين؟ ده يا باشا اليابان. اليابان. طيب رقم 5، من المراكز الصناعية في إقليم شرق آسيا. فين 5؟ ده بقى جوه الصين. مستر هي فين كوريا؟ كوريا يا باشا في الحتة الصغنطوطة اللي بين دي وبين دي، لكن ده كده عايز يا باشا الأماكن العديدة في الصين. 5. طيب فين 6؟ 6 تحت اهي. من المراكز الصناعية الحديثة في قارة أمريكا الجنوبية. فوق هنا دي البرازيل. برازيل. طيب 7، أنا من غير ما أشوفها هي الأرجنتين. 7 الأرجنتين بلد المعلم ميسي. طيب 8، من المراكز الصناعية الحديثة. 8 أستراليا. شكرا. أستراليا. طيب 9، من المراكز الصناعية الحديثة اعتمادا على الصناعات البترولية. من غير ما أبص أنا شفتها، هيبقى الخليج العربي. الخليج العربي. طيب 10، من المراكز الصناعية الحديثة. فين 10؟ جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا. طيب تعالى نروح لنوع جديد من الأسئلة وهو أكمل العبارات الآتية. ارتفعت بعض الدول النامية بمستوى شعوبها في الصناعة مثل مصر ونقط ونقط. طبعا مصر والصين وجنوب أفريقيا. ماشي. طيب 2، من مقومات يعني عوامل الصناعة الرئيسية التي تتوافر في الأقاليم الصناعية الكبرى. يا عم قول أي حاجتين، قول مثلا عامل طبيعي وعامل بشري. مثلا الطبيعي ممكن تقول المواد الخام يا سيدي، المواد الخام. وادينا حتة بشري بقى تتماشى مع الناس الأغنياء دول، هنقول مثلا رأس المال مثلا. رأس المال. قول اللي انت عايزه، عندك طبيعي وعندك بشري. انا قلت واحد طبيعي وواحد بشري. طيب 3، يشتهر اقليم شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه بعده صناعات، منها الصناعات الخفيفه الاستهلاكيه والهندسيه. قول يا باشا مثلا الصناعات الخفيفه الاستهلاكيه. طيب 4، يوجد في العالم اقاليم متقدمه صناعيا، منها اقليم نقط. قول اي اقليم. مثلا هقول مثلا جه في دماغي دلوقتي اقليم غرب اوروبا. طيب 5، من المناطق الصناعيه في اقليم شرق اسيا الصناعي جزيره نقط باليابان. فاكر لما قلت لك في الشرح جزيره هن شو. الحمد لله، جزيره يا باشا هنشو باليابان.
تمام؟ طيب تعال نشوف اختر الإجابة الصحيحة. من أهم المقومات البشرية، مش بقى الطبيعية، البشرية، هيبقى إيه بقى؟ توافر المواد الخام ولا توافر الأسواق ولا مصدر الطاقة؟ أكيد من غير ما أقرأ أكمل الباقي أنت عرفت إن هي توافر الأسواق. طيب 2. من أهم المراكز الصناعية في إقليم غرب ووسط أوروبا الصناعي، إقليم نقط سيبيريا، سيبيريا ده في آسيا يا عم، القارات العظمى في أمريكا الشمالية، بريطانيا خليها معانا شويه، موسكو لا، موسكو ده في روسيا واوكرانيا، هيبقى يا باشا بريطانيا. طيب يبدو اقليم نقط على شكل مناطق متباعده، قلت لك يا باشا هو عندنا 2 روسيا واوكرانيا. طيب 4. توجد مراكز صناعيه حديثه بقاره امريكا الشماليه في دوله نقط. امريكا الشماليه دوله ايه؟ طبعا المكسيك. طيب 5. توجد مراكز صناعية حديثة في جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا دولة إيه؟ اليابان، ماليزيا، الصين، استراليا. أنا عارف إنك كل الطلاب هيقول لك اليابان، غلط. طب الصين؟ غلط. بيقول لك مراكز صناعية في جنوب شرق آسيا، مش في إقليم اللي هو الصناعي شرق آسيا. ده بقى يا باشا هيبقى ماليزيا. شفت بقى؟ طيب 6. يوجد بدولة نقط في قارة أمريكا الجنوبية مراكز صناعية حديثة. أمريكا الجنوبية عندنا يا باشا هنا اختيارات: بوليفيا ولا بيرو ولا فنزويلا ولا عندي شيلي. هيبقى يا باشا شيلي. تمام. 7. تمثل نقط قمة الهرم في الأنشطة الاقتصادية المتطورة. طبعا يا جماعة قمة الأنشطة هيبقى النشاط الصناعي أو الصناعة. طيب هنا سؤال بيقول لك قاعد كتابات العبارات صحيحة، يعني في حاجة في العبارة دي خطأ أنت اكتبها كلها صح. طيب التطور العلمي ورأس المال من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة. طبعا يا جماعة هيبقى خطأ، مش الطبيعية، أمال إيه بقى؟ البشرية. طيب أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم غرب وسط أوروبا. لأ مش ده، أمال إقليم إيه بقى؟ إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. طيب جمهورية كوريا من أهم مراكز إقليم غرب وسط أوروبا الصناعي. طبعا يا جماعة ده هيبقى خطأ، أمال هيبقى إيه الصح بقى؟ من أهم المراكز التابعة لإقليم شرق آسيا. شرق آسيا. طيب 4. معظم الصناعات في دول الخليج العربي صناعات تكنولوجية. طبعا لا 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 لا, لا. صناعات بترولية. صناعات ايه؟ بترولية. طيب زي الفل 100 100. بما تفسر تطور الصناعة تطورا مذهلا في الدول المتقدمة. ليه بقى؟ لأنها آخذة بالأساليب العلمية والأبحاث والتجارب في الاختراع والتطوير بشكل مستمر. لأنها آخذة بالأساليب العلمية والأبحاث والتجارب في الاختراع والتطوير بشكل مستمر. 2. توافر مراكز صناعية عديدة في دول أوروبا. لأن أوروبا توجد بها كل العوامل أو كل مقومات الصناعة. تعد دول الخليج العربي من المراكز الصناعية الحديثة بسبب اعتمادها على الصناعات البترولية. اختلاف الصناعات أو الصناعة من دولة لأخرى بسبب اختلاف أول حاجة نوعيتها خفيفة ولا ثقيلة، 2 مدى تركزها، 3 جودتها. جميل جدا. هسيب لك تحل انت بقى، دلل مقامات طبيعيه وبشريه، تقعد بقى تلعب مع نفسك براحتك انت كده. هتحل يا باشا الكلام ده يا اما في الملزمه او في ورقه خارجيه، وهتصور لي الكلام ده وتحطها لي يا باشا على جروب الفيسبوك اللي بعنوان مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا هرد عليك يا اما بكومنت او ببوست منفصل عشان احل معاك الحاجات اللي هي وقفت قدامك في الواجب. يعني اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.